مرحبا بكم يا الغاليين. الرحم غالية وعمر الدم ما يرجع ما. بصح في وقتنا هذا بزاف الناس عماتهم الدنيا وخلاو جمر العناد والكبرياء وعزة النفس ينشف هذاك الحنان اللي بين الخاوة. عايشين في هاد الدنيا وكأننا خالدين فيها، نتخاصموا، نتقاطعوا، ونهجروا أقرب الناس لينا، وإحنا حاطين في بالنا باللي مازال كاين الوقت. بصح الحقيقة المرة اللي نساوها قاع هي أن الموت ما تستأذن حتى واحد، وما تخلي وراها غير غصة واحدة تحرق في القلب. يا ريتني هدرت، يا ريتني تسامحت، يا ريتني تصالحت مع أخي أو أختي قبل ما يفوت الوقت. مرحبا بكم في حلقة اليوم بعنوان قبل ما يفوت الوقت. اليوم حبيت نحكي لكم قصة حقيقية، قصة نتاع أخت تحكي على أختها الصغيرة عليها بعام. قصة تبكي الحجر، ومولاتها راهي تقاسمتها معنا اليوم بدموع الندم وحرقة في القلب، باش تكون صدمة صحوة وعبرة لكل خواتات متباعدين على جال التفاهات والعناد. سمعوها معايا بقلوبكم. الحكاية تبدا من دار وحدة بين طفلة واختها الصغيرة عليها بعام برك. من صغرهم ما كانوش يتفاهموا، كانوا بيناتهم مشاكل على أشياء تافهة. والقصة وصلت بالأخت الكبيرة حتى أنها كانت تضرب أختها الصغيرة في بعض المرات. مولات القصة اليوم راها تعترف وتندم وتقول والله لحد الآن ما عرفتش وعلاش كنت نتعامل معاها بالقسوة هذه كامل، وعلاش التسلط هذاك. اختي كانت محترمه عاقله دايره حجابها وما تخرج غير الضروره. كانت كي تخرج اختها تضل تسقسي عليها وتحوس وين راحت ومع من خرجت، بدافع فرض السيطره عفوا والغيره الخفيه. حتى لواحد النهار عام قبل ما تتزوج هذه الصغيره، دخلت الاخت الصغيره من برا، استقبلتها الكبيره بالسب والضرب. الطفلة ما حملتش، راحت خبرت باباها. كي سقساها الأب وقالت له واش صرا، قال للأخت الكبيرة بلا نار، قال لها روحي انتي واش دخلك فيها. ومن بعد جاو خاوتها وباباها ووقفوها عند حدها وقالوا لها بالكلمة بالاك تزيدي تمدي يدك عليها ولا تدوري بيها. تما كبر العنف تاعها وعاندت وقاطعت اختها. تزوجت الأخت الصغيرة وراحت لدارها، ومن هذاك النهار بدات القطيعة الكبيرة. 7 سنين كاملين لا سلام لا كلام. كانت الأخت الصغيرة تجي تزور دارهم عادي، تقعد مع باباها مع يماها مع خاوتها. بصح هي واختها الكبيرة جامي حكاو مع بعضهم طول هاد المدة، يقعدوا في شومبرة واحدة وكأنهم غرباء. جازوا 7 سنين. واحد النهار الأخت الكبيرة كانت قاعدة الصباح شادة الحانوت تاعها، دخلت عليها أختها الصغيرة بعد هاد السنين نتاع الصمت، شافت فيها وقالت لها صباح الخير. الكبيرة جاوبتها بجفاء كبير وقسوة، غير الخير، واش جابك لهنا في هذا الوقت؟ قالت لها الصغيرة بصوت حنين ومكسور حبيت نهدر معاك. قالت لها وعلاش ما جيتيش للدار ونهضروا تما؟ ردت عليها الصغيرة غير 2 كلمات ونروح. في هذيك الدقيقة دخلت زبونة. الأخت الكبيرة في عوض ما تصبر على أختها حشمت بها وقالت لها روحي للدار ونحكيو تما. بقات الصغيرة واقفة ومصدومة تشوف فيها. كي خرجت الزبونة زادت الكبيرة عيطت عليها وقسات عليها وقالت لها ما تحشميش، قاعدة هنا والناس داخلة خارجة. زعفت الطفلة وخرجت تبكي وراحت. والعشية الكبيرة ما حبش تكسر راسها، قالت ليماها برك تعيط لها وتسقسيها واش كانت حابة. والصغيرة من كبرياء جرحها قالت لها ما كان حتى شي خلاص. فاتت الايام والاخت الكبيرة ما حاولش تفهم وعلاش اختها جاتها لهداك الحانوت داك النهار. حتى لواحد النهار دخل الحانوت صاحب راجلها ومعاه مراته.
هذا صاحب راجلها يخدم فرملي في السبيطار الكبير، شاف فيها وقال لها اختك مرت فلان راها مليحه شويه. تخلعت وقالت له علاش واش بيها؟ قال لها الفرملي راها عندها سرطان في الكبد وكتر من شهر وهي تتبع في العلاج الكيماوي عندنا. يا خوتي في هذيك اللحظة الأخت الكبيرة حست الأرض دارت بيها، عيطت ليماها تبكي، قالتها ليماها، ويماها قالت لها يا بنتي على بالي غير أنا وباباك، وهي قالت لنا ما تخبروا حتى واحد من خاوتكم. غلقت الحانوت تاعها وطارت لدار اختها، فتح عليها راجلها، دخلت ولقات اختها الصغيرة مريضة، وعلامة التعب والمرض الخبيث والدبال باين في وجهها. بصح اختها الصغيرة كي شافتها والله ما حقدت، فرحت واحد الفرحة كبيرة، وحبت تنوض بالسيف تعبانة باش ترحب بأختها وتطيب لها الغدا. قالت لها الكبيرة بدموعها والله ما تنوضي. قالت لراجلها روح جيب قرعة عصير. الأخت الكبيرة قالت لها ما تشقش روحك، بصح الصغيرة أصرت، ومن بعد فهمت باللي أختها كانت حابة تبقى معاها وحدها، حابة تشكي لأختها اللي هي من لحمها ودمها. كي خرج الراجل سكتت الصغيرة شوية وقالت كلام يحرق الأخت القلوب. الصغيرة شافت في أختها الكبيرة وقالت لها شفتي نهار اللي جيتك للحانوت كنت راجعة من عند الطبيب وتم وين عرفت باللي عندي كانسر، وأول وحدة قلت نروح ليها هي أنتي ونحكي لها، كنت حاباتك تحضنيني وتخفي عليا، بصح أنتي بهدلتيني وطردتيني من حانوتك، معليش مهما يكون تقعدي أختي الكبيرة. واليوم راني حابة نوصيك على ولادي، صح ما كناش نتفاهموا بصح نعرفك حنينة وقلبك كبير، بالك تسمحي في ولادي إلى الضرب بأمانته، باباهم كل يوم يدخل سكران وما على بالوش واش صاري في الدار، وانا ما كنتش حابة نحكي لكم. زادت وتنهدت وقالت لها المرة الثانية ولادي أمانة عندك. وكي شافت أختها الكبيرة تبكي بحرقة طبطبت عليها وقالت لها والله العظيم أنت عزيزة عليا وعمري ما حقدت عليك. الأخت الكبيرة حست بذنب كبير ما يتوصفش، 7 سنين كاملة ضاعت بيناتهم على جلوال وعناد فارغ. من هذاك النهار ولات تزورها كل يوم، تديها لدارهم يقعدوا معاها يضحكوها يفرحوها ويهتموا بولادها. بصح للأسف كل شي كان متأخر، بعد 3 شهور برك دخلت للسبيطار وتوفات، ربي يرحمها ويغفر لها. لا تنسوها من خالص دعائكم. صح اختها الصغيرة سمحت لها قبل ما تموت، وصح جوزت معاها آخر أيامها، بصح الوجع والندامة تاع السنين اللي ضاعت بقاو جرح حي وغصة في قلبها طول حياتها. عرفت باللي هالدنيا ما تسوى والو، اليوم تشوف إنسان قدامك يضحك وغدوة يقولولك راه تحت التراب. يلي راكم تسمعوا فيا وخاصة الأخواتات البنات، إلا راكي مخاصمة أختك ولا خوك ولا أي إنسان عزيز عليك، أرجوك ما تخليش الكبر والعناد يسرقوا منكم أجمل الأيام. راهي ساعات كلمتين حنينة ولا سلام بسيط يداوي جرح السنين. الدنيا قصيرة بزاف والموت ما تستأذن حد، ما تخليش روحك تعيشي بندامة. ربي يرحم أخت صاحبة القصة ويرحم موتانا وموتى المسلمين كامل، ويوفقها باش تصون أمانة ولاد أختها. تهلاو في خواتكم وخواتاتكم، نتلاقاو في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.